هاي يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، وهاي المرة رح أحكي لكم عن أفضل مسلسل التركية لسنة 2025 بالنسبة لإلي. again بالنسبة لإلي أنا وبس. بس عن جد حبيتهم، في منهم اللي ما حبيته كتير، بس القصة كانت حلوة، بس في اشياء ما عجبتني فيه، بس التانيين عجبوني كتير كتير كتير. فرح أحكي لكم اليوم عن 9 مسلسلات تركية أنا حبيتها وحطيتهم في هذا البلوج. لأنه حبيت إنه مثلا لو رح أحكي لكم عن مسلسل بعدها، لو بدكم رابط المشاهدة رح أحط لكم إياه هون. باي ذا واي، هذا الرابط أنا أصلا عملت عليه فيديو، ففيكم تشوفوه الفيديو كمان. فأول مسلسل حبيته كتير، يعني كل هاي المسلسلات عم تنعرض هلا، يعني مو شغلة انه لا انتهوا، لا، عم تنعرض هلا والحلقات اصلا مواصلة. في منهم قديم شوي، في منهم عم يتواصل هلا اتسترا اتسترا. اول مسلسل حبيته هو عيناك كالبحر الاسود. هذا المسلسل كتير حلو، وحبيته لانه فيه غموض بس بنفس الوقت رومانسية. انا بحب هيك تايب اوف مسلسلات. بس اولا اصدقائي وصديقاتي، خلينا نقول مع بعض: استغفر الله، الحمد لله، لا اله الا الله، والله اكبر، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لانه هذا الشيء عم بيضيع لنا وقتنا، بس اتس اوكي. الرسول قال انه رفهوا عن انفسكم ساعة بعد ساعة. اي هوب قلت صح. فرح احكي لكم شوي عن هذا المسلسل. هذا المسلسل عم يحكي عن مدينة ساحلية كلها غموض، وعن جد رومانسية كتير حلوة، وبتدور القصة عن بنت عم بتواجه تحديات كتير من الماضي طبعا بعد عودتها لهاي المدينة تبعها، وبتشوف أو بتلاقي حالها في حب كتير قديم وسر غامض بيهدد حياتها. الأحداث هاي كتير مليئة بالصراعات العاطفية والمواقف الإنسانية العميقة، مع أبراز القيم الأسرية. طبعا هذا الشيء كتير عجبني، انه عن جد عم بيوصلوا صورة كتير حلوة عن الأسرة. و يا المسلسل عم بيقدم شخصيات في القوي منهم والمتنوع مثل ما قلت هون، وعم يدمج بين قصص في الحب، الدروس الأخلاقية الأسرية الاجتماعية. عن جد كتير حلو. لو بدكن تتفرجوا على المسلسل، هون حطيت لكم رابط المشاهدة، بس كليك هير راح تجوا للحلقة الأولى على طول. اوكي، اي نو، بعرف انه انا كتير حلوة، بعرف انكم رح تحبوني. اوكي، المسلسل التاني اللي حبيته، بس مو من المسلسلات اللي مثلا انا بحبها، لانه ما بحب هيك التاريخيه، ما بعرف، بس حبيته. هو مسلسل ولي العهد. طبعا بياخدنا للعهد العثماني. ففي كتير مؤامرات سياسية عم تحصل، بس طبعا في رومانسية في الأمر. والأمير اسمه كمال بيلاقي حاله موجود قدام مسؤولية كتير كبيرة، خاصة بعد وفاة أبوه اللي هو السلطان طبعا، ولازم يوازن بين القوة والحكمة. هاي أكتر شيء عن جد رح تشوفوها في المسلسل، وأنا كتير حبيته لأنه عن جد في رسائل كتير قوية كتير حلوة. يعني حبيته، بس أنا ما بحب كتير التاريخ، فلو أنتم مو مثلي بدكم تشاهدوا again، كبسوا هون ورح تلاقوا حالكم هون. أوكي، اللي بعده حبيت القصة، بس ما حبيت كتير في مشاهد يعني ما أنا حلوة بصراحة. رح لكم إياها من الأول. فأصلا من نتفليكس، يعني شو يعني ما رح ننتظر شي من نتفليكس إلا شي مثل هيك. بنصحكم لو انتوا صغار لا تتفرجوا. اوكي، كثروا من الاستغفار، كثروا من الاستغفار. فبيروي قصة شاب عم يحلم انه يكون فنان، بس بيواجه كتير صعوبات في حياته. بيركز على العمل، بس في كتير صراع بين الطموح والواقع اللي بيعيشه. كمان بيقدم رسالة أمل للمشاهدين إنه في حلم، وبتقدر عن جد تحقق الحلم تبعك، بس لازم كتير صبر. I don't know، حبيته بس again ما حبيته كتير، بس عمل ضجة فيمكن تحبوه. again فيكن تشوفوه هون. اوكي، اللي بعده كتير حبيته، كتير حبيته. هو تذكر الحب. انا ما تفرجت فيه بالعربي الحقيقة، بس لما شفته بالعربي قلت اف، ليش انا تفرجت فيه بالانجليزي.
كتير حلو، قصته كتير حلوة، بس كمان في شوية مشاهد جايز. اوكي. آه هو بيحكي عن قصة حب رجل بينسى وبيفقد ذاكرته بعد حادث. آه بعدها بيبدأ رحلة البحث عن ماضيه وحبيبته. ما بعرف، ما بدي أحرق لكم القصة، عن جد كتير حلو. فعم يدمج هيك بين الحب، الرومانسية، الدراما الإنسانية. ساعات في بعض المشاهد بكيت، يعني تأثرت، عن جد تأثرت، بس في بعض المشاهد يعني كانت دراما لدرجة إني توترت. فكتير حلو. وما بعرف، كل شي عجبني، بس خاصة الموسيقى عن جد. أنا باي ذا كتبت هذا الشي، أنا كتبته لهيك، أنا بقول اللي أنا أصلا كتبته لهيك، بس كتير حبيته. اللي بعده هذا الشي وهذا المسلسل عجبني كتير. وباي ذا واي رح اعمل فيديو خصوصي للمسلسل، واصلا رح ابتدي في ما بعرف كيف اقولها بالعربي، ولو يعني في بلاي ليست. اوكي، ما لقيتها. في سلسلة فيديوهات فاينلي، في سلسلة فيديوهات رح اعمل فيها السمري تبع المسلسلات والحلقات. يمكن رح ابتدي بهاد، بس لو بدكن شي تاني اوف كورس قولولي. اوكي. مسلسل خفقان كتير حلو. بيحكي عن قصة شاب بيعيش في صراع دائم بين طموحه الشخصي وحياته العاطفية اللي كتير معقدة، اللي عقدتني أنا كمان. فالمسلسل بيسلط الضوء على العلاقات العائلية، الغيرة، الخيانات الصغيرة اللي بتتحول عن جد إلى مشكلات كبيرة. وهذا الشي اللي عجبني، لأنه أخذ عينة، أو مو عينة، بس شي نحن بنعيشه كل يوم وما حدا بيحكي عليه، فعجبني كتير. فالمسلسل بيقدم نظرة عميقة عن النفس البشرية وكيف تتعامل مع المشاعر المعقدة، وهيك شي حبيته عن جد. اجان فيكم تتفرجوا عليه من هون، لو بدكم تعرفوا شو هو هاد يعني رح تعرفوه من البوستر. اللي بعده مسلسل المدينة البعيدة، هاد حبيته، بس ما بعرف، هاد هو، ما بعرف حبيته، بس كتير دراما. عرفتوا شو؟ بس فيكم ما بعرف، يعني انا مثلا رفيقتي حبته بشكل غير طبيعي، اصلا مدمنة عليه، فيمكن تحبوه. هو بيحكي عن قرية نائية بتواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة مثل تركيا هلا. فمع ظهور بعض الأسرار القديمة بتهز المجتمع بأسره. هون بتبتدي الدراما، بس بيركز اجان على الروابط الإنسانية، تضامن بين الناس، هذا الشيء كتير عجبني، وأهمية الصبر والنية الطيبة. فحلو حلو، بس كتير دراما، it's not me. اللي بعده مسلسل الخليفة، اللي هو هاد انا عم تابعه حلقة بحلقة، رح اعمل له تلخيص باي ذا واي، تلخيص للحلقات، لا ما تخافوا رح اعطيكم كل شيء. فبيستعرض صراعات الحكم والخلافات في حقبة تاريخية مهمة. الشخصية الرئيسية بتواجه تحديات كبيرة بين القوة، المسؤولية، والحفاظ على العدالة. بس also هدول الاثنين نسوانه، رح احرق لكم شوي، هدول الاثنين نسوانه. عن جد بدي احكي، عن جد بدي اقول، بس لازم تتفرجوا عليه، هاد كتير حلو، انا حبيته. اوكي، اجان دراما تاريخية وسياسية، مع العلم انا ما بحب السياسة، بس حبيته كتير. اوكي، اللي بعده مسلسل هذا البحر سوف يفيض. اجان حبيته، بس في الحكاية ما بعرف كيف، بس حبيته. بيركز هذا المسلسل عن حياة سكان قرية ساحلية كالعادة، معناها بتواجه كوارث طبيعية وتحديات اجتماعية كتير كبيرة مو صغيرة. فبيمزج بين الرومانسية، الصداقة، القيم الأسرية. إجان شفتوا أنا كتير قلتها القيم الإنسانية، لأنه كتير حبيت. هالمسلسلات الجديدة عم بتركز على هذا الشيء وأنا حبيته. وبتقدم كتير رسائل حلوة حقيقة يعني. again فيكم تتفرجوا هونيك. اللي بعده ورود وذنوب. I love this one. حبيت. بيحكي عن عائلة غنية بتختفي خلف القصور. الحقيقة أنا حطيت آه، آه، تعريف غامض شوي، بس هو بيحكي عن خيانة الزوجة لزوجها، وهو رح يكتشف هاي الخيانة بعد طول
او طويل بعد. نحن عن جد انا بموت وبدي اعرف مع مين خانته، لانه كل حلقة عم تشك في حدا. عن جد كتير حلو، هاد كتير حلو، انا حبيته. بس هيك يا اتس 9 سيريز، فانا حبيتهم كلهم، مو كلهم، انا قلت لكم يعني عن جد اعطيتكم زبدة الموضوع. بس طبعا مثل ما قلت لكم، بما انه انا رح ابتدي في هاي السلسلة جديدة عن جديد، فقالوا لي انا بفكر انه اعمل تلخيص للحلقات تبع هاد، او خفقان، او also ما بعرف. I think هدول الاثنين رح ابتدي فيهم، والاكتر هاد. فقولوا لي في الكومنتس اي مسلسل بدكم اياه first. اوكي يلا خليكن، بس لا تنسوا استغفر الله، الحمد لله، لا اله الا الله، والله اكبر، واجين، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لا ننسى. اجين رح خلي لكم رابط الموقع طبعا في description box. يلا see you, bye bye.